مولود برج الأسد من 24/7 ل 23/8. كيف نتعرف إلى مولود برج الأسد؟ ماذا تعرف عن ملك الغابة؟ لا شك أنك ستقول أنه أقوى من في الغابة عقلا قبل الجسد. تبدو عليه دائما معالم القوة، فيسعى الجميع إلى تلبية رغباته وهم سعداء في تقديم خدماتهم له. في سلوكهم تزجت صفتان، الكسل الملوكي والحركة السريعة. إنها صفات الملوك، ولما لا يفعل ذلك وهو محكوم بالشمس كوكب السلطة والسيطرة وإلقاء الأوامر. لكن لا بد وأن يظهر من لا يخضع له، وهنا يزأر الأسد لجرح مشاعره. هو لا يستطيع أن يتحمل كل الهموم أو الانتقادات التي تتعلق بسلطته أو كل جرح لكرامته، وخصوصا أنه يعطي أهمية كبيرة لهذه الكرامة قبل أي اعتبارات أخرى. يعرف جيدا كيف يتصرف ليجعل من نفسه نقطة اهتمام لكل من حوله، لكن يحب أن يحتفظ بالمكانة الأولى ويبخل على الآخرين بالمكانة التي يستحقونها. ويحزن الأسد عندما ينقلبون عليه، يحول الموقف إلى موقف درامي. فالأسد يحسن استثمار جميع الأوضاع ويلقي بالفشل على الآخرين، فهو لم يخطئ ولكنهم لم ينفذوا ما أمر به بدقة. الأسد فخور دائم بنفسه، ذو مشاعر مليئة بالفخر والعزة. جرب أنت، حاول أن تبدي عدم اهتمامك به ولاحظ ردود أفعاله. سوف يرعبك زئيره وهو يتمطمط أمامك ليولد الفخر لذاته. إنه وحش مخيف يعبر عن نفسه بزئيره العاصف. تعرفه من نظرته الكسولة والكذوبة في نفس الوقت، ومشيته المتفاخرة الرصينة التي تعكس ليون الهر في حركته. وجميع الأسود يحبون التسلط والسلطة، وينظرون إلى موت البسطاء على أنه أمر عادي. كلامهم سريع وكأنه أوامر. مواليد برج الأسد يعتبرون أنفسهم أذكى من مواليد الأبراج الأخرى، ولذلك توكل إليهم إدارة حياة الناس من حولهم، فيعملون بالسياسة والدبلوماسية ويظهرون إبداعا في ذلك. يستطيعون حل المسائل الحياتية المعقدة في حين أنهم لا يستطيعون حل مشاكلهم الخاصة. الإشادة والتملق هو الدرع التي تحميهم من أي جروح، فالأسد حساس تجاه ما يقوله ويفكر فيه الآخرون، وأفضل وسيلة للوصول إليه وهو بالطبع الإشادة بذكائه وفطنته. فطنة الأسد قوته وإدراكه ووعيه من الأمور التي يحسد عليها، فهو لن يدع الوقت يذهب هباء بل بلا فائدة، لكنه سوف يحفظ وينظم ويدير، وفي نفس الوقت سوف يتابع بنفسه سير العمل مع مرؤوسيه. تراه يثني على من يستحق ذلك ويوبخ المقصر في عمله، وفي كلتا الحالتين تسمع نبرته العالية وكلامه المسرحي. كريم كطبيعة الملوك في كرمهم، وسوف تعرف ذلك بنفسك عندما يستضيفك في منزله الخاص. عندها ستجده يقدم لك كل ما لذ وما طاب من مأكولات ومشروبات، إلى جانب النظافة والشياكة التي ستعجبك. ودائما زواره من رجال المجتمع المعروفين. قلبه مليء بالعواطف. الأسد لا ينقطع عن الحب، فحياته تدور حول الحب، فهو إما يتهيأ للزواج فتراه فرحا ويتوج بداخله لهيب الحب والغرام، وإما قد ينفصل لتوه عن حبيبته فيشعر بالحزن والألم لفقده حبيبته، وهذا أمر غير مبالغ فيه، لأن نفسه المجروحة لفقد حبيبته تجعل قلبه الدافئ يخفق لانكسار عزة نفسه. لكنه في كل الأحوال سوف تنتهي حالته وهذه ويعود من جديد إلى زوجته. الأسد شخصيته قوية ولا يحب أن تفرض عليه إرادة أحد أو أن تكون شؤونه مرتبطة بإرادة الآخرين، وإنما يفضل أن يدين الجميع بالحاجة إليه. فمثلا إذا قدمت مساعدتك له فسوف يرفضها بلا أدنى تفكير، أما إذا طلبت منه مساعدتك فهو لن يتردد وسيبذل المستحيل على تلبية رغبتك. حب البذخ. يتعامل الأسد مع المال بحرية كاملة،
يساعد من يطلب منه المال ويصرف بإفراط، يحب الأشياء الفاخرة والثمينة، ومن أجل الترويح عن نفسه قد يضيع ثروته بكاملها. نعم، إنه الملك والملك والملك، يحب ألا يبخل بما ملك. صحته قوية نسبيا، لكن معدته بيت الداء، ويرجع ذلك لعدم اهتمامه بصحته جيدا ورفضه الرقادة بالفراش حتى يتم شفاؤه. فريد من نوعه، لا يوجد لدى الأسد حلول وسطى، ولن يعجبه في العمل غيره، فهو فريد من نوعه. إذا قام برحلة في كل مدينة لابد وأن تعرف برحلة الأسد، ولو أصابه الكسل لن يحركه زلزال. يعرف جيدا الأعمال التي تجلب له الشهرة والمجد. الأسد لا يخاف مهما كانت المخاطر، ولن يتراجع عن مساعدة وإنقاذ الآخرين، فهذه فطرته. صديق نادر ومخلص أمين، لكنه إذا انقلب إلى خصم فهو في الوقت ذاته خصم عنيد. واعلم أن الأسد لن يحني رأسه لأحد مهما تعرض لمصائب الدهر وضربات الزمن، لأنه واثق من أن الشمس سوف تضيء له الطريق دائما. الأسد وحب السفر. الأسد يحب السفر، ولكنه لن يضحي براحته، فهو يفضل السفر المريح، مقاعد الدرجة الأولى، ويفكر دائما في التسهيلات التي يصل إليها والخصومات على تذاكر السفر والفنادق. أما أوقات راحته وإجازاته فهو يسعد بها على شواطئ المناطق الساحلية الدافئة. الأسد والهدايا. الأسد يحب الهدايا ويشعر بتقدير خاص ممن يقدمها له، وترى الفرحة في عينيه وكلمات الشكر على لسانه، ولن يهتم كثيرا بثمن الهدية، ولكنه سوف يهتم بصدق المشاعر. أشهر مواليد هذا البرج: نابليون بونابرت، فيديل كاسترو، جاكلين كينيدي، وجورج برنارد شو. عزيزتي حواء، سر الرجل برج الأسد. الأسد كما تعلمين سيدتي أنه يمتاز بسحره وجاذبيته الخاصة، والتي لا يضيعها أبدا، ولذلك سيحلق أمامك متفاخرا ومزهوا بنفسه، لأن ذلك سيشعره بسعادة ما بعدها سعادة. لكن الأسد كما تعلمين أيضا مغرور، وغروره هذا لا حدود له، فإذا كنت ترغبين في الارتباط به فلا بد وأن تعلمي أنك ستدعينه يقرر عنك كل شيء، كيف تقضين أوقاتك، كما أنه لن يدعك تتصرفين في أي أمر بدون استشارة. واعلمي بأنه سيسألك عن المكالمات الهاتفية طوال النهار وماذا دار فيها من حديث. لا تحاولي أن تفكري في أمر بدونه، لأن ذلك لن يعجبه، أو تجلسين بجواره ولا تعيرينه أي اهتمام. ثقي في أنه لن يسامحك، فكيف يسامح من لا يشعر بوجوده وهو سيد المكان وحاكمه؟ حياتك العائلية مع الأسد من الممكن أن تكون وردية، وذلك بإبداء العواطف الدافئة وتقديره واحترامه كما يبغي ويشتهي. عندها حتما سيكون كريم معك وسيحقق لك رغباتك، لكن الرجال الأسود مزواجون بفطرتهم. سترينه مفتون بالجمال في أي امرأة تهتم به، وقد يضعف أمامها في أي لحظة، وقد يسبب الإساءة لك، وهنا لابد وأن تبعثي فيه روح الغيرة، فهذه هي الوسيلة الوحيدة التي ستجعلك ملكة متوجة على قلبه. وبخاصة أن الأسد مفرط في الكسل، فلما يذهب إلى امرأة أخرى في حين أنه يمتلك واحدة في المنزل؟ ألم أقل لك أن الحياة مع الأسد ستكون حياة وردية؟ لكن لا تنسي يا عزيزتي ما تحمله الورود من أشواك. لا تنسي أن زوجك الأسد يمتلك مؤهلات نادرة، وصاحب أياد ذهبية، سيصلح لك قفل باب قد كسر، وصنبور ماء قد نزع، وتلفاز قد تعطل. هل تعلمين الآن أي كنز هو زوجك؟ أعتقد أنه زوج جيد، وصفقته ليس